استنجد المسيحيون بالرئيس السوري حافظ الأسد، وفي حزيران 76 وبتفاهم مع أمريكا دخلت القوات السورية لتواجه الحركة الوطنية اللبنانية. لما الجبهة اللبنانية قررت الطلب من سوريا أن يدخل الجيش السوري، كانت المناطق المسيحية شبه ساقطة، يعني كانوا على مسافة قريبة من بكفية بالجبل، كانت هون خطوط التماس بحالة شبه منهارة. عند ذاك طبعا صار في قرار على مستوى الجبهة اللبنانية، وطلبوا من الرئيس فرنجية انه يطلب من السوريين ان يدخل الجيش السوري. هنوجزها بكلمتين انه المعارك دائرة في المدن والجبل وبيروت، معظم الأراضي اللبنانية، ولن يكون هناك حل سوى استقالة الرئيس سليمان فرنجي. زيارة كمال جنبلاط الأخيرة إلى دمشق ولقائه بحافظ الأسد، يعني بده يقعد مع كمال جنبلاط لكمال جنبلاط يعلن وقف القتال. كمال جنبلاط رايح يطلب سلاح تقيل بده يحسم عسكريا، وصار في تناقض، هداك شو بده وهداك شو بده. كان متقدم، كان على الارض، يعني قوات كمال جنبلاط متقدم، وكان بده يحسم، وكان عم بيقول الحركه الوطنيه عندنا 83% من مساحه لبنان. ولكن هو عمل تصريح قبل ان يذهب الى دمشق ويقول انه سنلتقي في جونية هي على الحدود. انا نعم، وقت اللي وصل على الحدود بجديدة يابوس، الحدود السورية، كتير اعلام اجا وعم يسالوه، قال له هون ان شاء الله بستقبلكم قريبا بكفية وجونة. وصل بيقول له الرئيس شو التصريح عن بكفية وجونة؟ قال له ايه؟ وقال له ما لك خليك، ما لك خليك ابدا. الرئيس حافظ الأسد قال لي كمال جنبلاط لن أقبل بأن تحسم عسكريا الحرب الأهلية اللبنانية. قال له هو إنه نحن 300 سنة قهر حلنا نحكم، ما مش الحال. قال له أنا حقول لك مش لك خليك. قال له غريب، بتوقف مع الانعزالية ضدنا. وكيف خرج كمال جنبلاط؟ زعلان ما في. أبدأ مؤتمرنا الصحفي بإعلان الرفض المطلق للتنظير والمنظرين للحلول المذلة في الجبهة الداخلية للشعبين اللبناني والفلسطيني. أعني المنظرين المقيمين والوافدين إلينا، لا للمتخاذلين، لا لتنظير الانهزام ومنظريه، المقيمين والوافدين. ونحن في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على طريق الصمود والنصر مع تجربة تل الزعتر. وكان هذا القرار السياسي لتعزيز قوات المرابطون على خطوط التماس بعد أن برز المشروع الانعزالي لأحد حزبي الجبهة اللبنانية في السيطرة والهيمنة كحزب واحد للتسلط والتمكن من القرار السياسي في الوطن. صلي على النبي. زد اربع استفتح يا حافظ الاسد.
بس هلا ودوا لي ورقه جديده مش نسلم سفرين اشخاص جايين هلا فايديات فهمت انت ايش يعني واللبنان بده يجيب لبنان هلا Il s'appelle Ahmed, c'est un Mourabitoun, c'est-à-dire l'un de ces Nassiriens indépendants qui contrôlent Beyrouth-Ouest. Il tire sur quel objectif? لا ما حد. Sur quel objectif? على أي هدف بتتصاير؟ بتهايروا على مدارسهم وبعدين بصير اشتباكات بين حق السوق التجارية بطيروا باستحاباتهم أو باقتحاماتهم. Sur le bloc des phalangistes et sur les lieux où se trouvent les gens armés contre. Et ils tirent contre des individus, contre des véhicules, contre des immeubles. عم تضرب على أبنية ولا على سيارات ولا على شو؟ على سيارات عسكرية وعلى قناصين وعلى مدارس. Sur des voitures armées ou blindées, autrement dit, sur des zones qui se trouvent sur des blocus contre les sables. Ça fait combien de temps qu'il est dans cette tour? قد ايه صار لك من الوقت هون بهالشهر؟ 18 mois.